تقييم لعيبه الاهلي بعد مباراه سيئه جدا، سيئه سيئه سيئه. لاعبي الاهلي النهارده ما كانوش بيلعبوا، كانوا بيلعبوا كره شراب من وجهه نظري، من الاخر بقى، عشان خاطر ايه؟ هم خلاص هينقطونا. المدرب يسترب 3 من 10 وكفايه عليك، لان بامانه الفتره اللي جايه لو ما اتظبطتش هيتحفل عليك تحفيل محترم. بالنسبه للشناوي 3 من 10. هاني 4 من 10. ياسر ابراهيم 1 يا ياسر. ياسين مرعي 5 من 10. كوكا بيه 1. لحد امتى هتفضل تاخد 1 يا حبيب قلبي؟ مالكش لازمة، وجهة نظري كفاية عليك كده. انت ما تكملش في الاهلي، ما تكملش في الاهلي، لان انت وجودك كده مضر للصحة. خط الوسط مروان عطية 5 من 10. لعب مباراة كبيرة ولكن ينقصها تسجيل الأهداف. ديانج لعب مباراة كبيرة فياخد معانا 6 من 10. طاهر 0 من 10. صفر يا حبيب قلبي. انت المفروض دلوقتي تبطل كورة وتشوف لك بيزنس خارج الملعب. شوف لك بيزنس كل منه عيش، اصلا وجودك في الاهلي كده هيبوظ اعصاب. كابتن احمد السيد زيزو هياخد معانا 3 من 10. مش هقول اكتر من كده، لان انا لو اتكلمت يا زيزو هخبط. تريزيجيه 4 من 10. لعب مباراة كبيرة ولكن التركيز معدوم. بالنسبة لجريديشار هياخد معانا 5 من 10. جريديشار عمل اللي عليه ولكن مفيش توفيق من ربنا انه يسجل النهارده. الماتش انتهى بنتيجة 0-0. الهدايا اللي بتجيلنا من سيراميكا كليوباترا ان احنا هنتصدر الدوري، والزمالك بيبعت لنا هدايا ان احنا هنتصدر الدوري، مفيش حد بيستقبل الهدايا طبعا. واحنا فريق تعبان، احنا فريق تعبان. من الاخر اللي موافقني الرأي يكتب لي في التعليقات. احنا فريق تعبان، احنا فريق خلاص، احنا فريق الناس بتاخد مرتباتها وتروح لبيتها تاكل وتشرب وتستقنيص، واحنا يتحرق دمنا بالتلوث البصري اللي بيقدموه في ارض الملعب. بس كده، ده تقييماتي للعيبة. والله مش عارف اقول عليهم ايه، منهم لله. سلام.